هلو هلو، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. ودلوقتي هنعمل مع بعض، هوريكم هنعمل من لف الجلاش واحده اشكال كتير قوي للبقلاوه. من لف الجلاش واحده هوريكي ازاي ببساطه تقدري تعملي كذا شكل منها زي اشكال المحلات بالظبط. عندي ايه؟ عندي لف الجلاش، وعندي زبده مسيحاها عليها شويه زيت عشان الزيت بيخلي الجلاش مورق كده ومقرمش، وعندي شويه مكسرات اسمها نصين، وشويه سوداني مجروش. يلا قبل ما نبتدي نعمل اي حاجه في الجلاش، عايزين نحط الشربات على النار عشان عقبال ما يتعمل اكون انا الجلاش بتاعي جاهز وبقى تمام. الشربات معايا اهو. انا حاطه، هنعمل ايه للشربات؟ انا حاطه كوبايه ونص ميه على كوبايه ونص سكر، ومعليه النار. اول ما يبتدي يغلي هحط عصره ليمون، وهدي النار على الاخر لحد ما يبتدي يتقل معايا. شربات الجلاش بيبقى خفيف ما بيبقاش تقيل. يلا بقى نبتدي نعمل الجلاش بتاعنا. اهو الجلاش بتاعنا جبت سكينه، هبتدي ان انا اقسمه بالطريقه ديت، وهعمل كده، وهبتدي ان انا برضو اقسمه، احطه فوقيه عشان يبقى نفس المقاس يعني، واقطعه تاني بالسكينه. بس هنعمل بقى ايه؟ هنغطيه ده بقى اللي هو متبقي مننا ده عشان ما ينشفش، وعقبال ما نخلص دوت. انا جبت طبق وهبتدي احط الجلاش فيه ورقه ورقه، وادهن بين كل ورقه وورقه ايه؟ زبده كده زي ما انتوا شايفين. ادي تاني واحده معايا برضو بدهنها ايه؟ زبده. انا هعمل الخطوه دي لما اعمل مثلا حوالي 15 واحده فوق بعض وارجع لكم تاني. اهو انا عملت اهو معاكم زي ما قلت لكم حوالي 15 طبقه. هبتدي بقى ان انا اقطعهم كلهم ايه؟ متساويين. انا هعمل لكم اول شكل دلوقتي واوريه لكم، فهقطعهم كلهم ايه؟ متساويين كده. تعالوا نعمل اول واحده. هحط شويه من السوداني اللي انا عاملاه، سوداني مجروش، انا مش طحناه قوي يعني، انا قصده ان هو يبقى كده. اروح تانيها كده. ادي اول واحده. نعمل التانية. احط برضو شويه من السوداني كده في النص، السوداني، واروح تانيها كده. نجيب السكينه ونقطع تاني اهو، في منتهى البساطه ما فيهاش حاجه. شويه سوداني كده اهو من النص اهو، واروح تانيها كده. هكمل بقى الباقي وارجع لكم. انا عملت اهو اول حاجه، اول عمود معايا عمل لي كده. انا زي ما قلت لكم انا عايزه اعمل لكم كذا شكل واوريه لكم. ادي اول شكل اهو، هرصه في الصينيه بتاعتي اهو، وارجع اعمل معاكم بقى شكل تاني اهوت. هبتدي ان انا عملت شكلين هوريكم برضو عملتهم ازاي معاكم اهو. هبتدي ان انا اقسمها كلها مقاسات متساويه اهي كده مظبوط. هاجي بقى للواحده اقسمها اتنين، اقسمها كده اتنين. اروح جايبه مثلا بندقيه، اروح لمها بايدي كده، ومن الناحيه التانية كده اهو. اهو شايفين عملتها ازاي اهو. واحده تاني اهو، اروح برضو لمها بايديا كده، واعملها بايديا كده كده اهو. احط له زي كده. نعمل واحده تاني، نقسم كده. هنجيب بندقيه، اروح لمها بايدي كده، ومن الناحيه التانية لمها بنفس الطريقه كده، واروح دمهم كده كده. اتعمل لي شكل البقلاوه اللي هو بنشتريه جاهز. الشكل ده مشهور قوي بيتباع يعني اهو. واروح ماسكاها من الطرفين كده وضمها بايديا، ومن الناحيه التانية هكذا ضمها بايديا من ناحيتين كده وكده. هنكملها معاكم ونرجع تاني. اديني عملت تاني شكل اهو. هبتدي ارصه جنب الشكل التاني، جنب الشكل التاني اهو.
يا جماعه الطبقات هتبان اكتر لما تستوي. هوريها لكم برضو وابقى ازوم لكم كده عليها بعد ما تستوي شكلها بقى ايه. تعالوا بقى نعمل شكل تاني. هنيجي بقى نعمل مع بعض اللي هو الايه الصوابع. انا خدت واحده من اللي انا قصاها واروح دهناها سمنه كده، واروح جايبه واحده كمان اهو، برضو دهنيها شويه زبده، واروح بقى كده من النص، واروح حاطه بقى فيها كده شويه سوداني، واروح برمها كده صوابع. ساعات كمان بحط في الصوابع دوت رشه قرفه بيبقى طعمه حلو برضو. هعمل بقى كذا واحده وارجع اوريكم. اهو انا عملت كام صباع كده ورصيته في الصينيه، وانا زودت الشكل ده شويه لان انا بحب الشكل دوت يعني. تعالوا بقى نعمل شكل تاني. انا بقى قعدت اقطع زي ما انا قلت لكم حتت كده بالطول، دلت بقى معايا حته عريضه شويه، هو انا عايزاها عريضه كده. هاخد بقى ايه ورقتين ورقتين، يعني هطلع ورقتين كده، هطلع ورقتين كده، هفرد اول ورقه وادهنها برضو بالسمنه معايا اهو، واروح جايبه برضو الورقه التانية حطاها فوقيها بالظبط اهو، واروح ادهنها من الايه من الزبده معايا اهو. هعمل بقى ايه، ركزوا معايا، هتنيها كده تنيات رفيعه، رفيعه قوي، رفيعه 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 كده لحد ما تخلص معايا اهو اهو. عملتها. هنروح بقى عاملين ايه، جايين لفينها كده لفينها كده ورديت، هنعمل جلاش ورديت شكل الورديت، لفينها كده لفينها كده. عايزه اقول لكم انا بحب الشكل ده جدا، اما بتتعمل بتبقى مورقه كده والطبقات مقرمشه بتبقى طعمها حلو اهو اهو. شايفين؟ هعمل كام واحده بقى وارجع لكم تاني اهو. انا بعد ما عملتهم رصيتهم في الصينيه معاهم. هنعمل بقى ايه، هندهنهم كده كلهم زبده من اللي على الوش كده عشان تبقى مورقه معايا اهو. انا بقى من وانا بعمله مشغله الفرن على نار متوسطه، سايباه يسخن معايا من اول ما ابتديت اعمل فيهم اهو. هندخلهم بقى الفرن معايا ياخدوا لون، هنحطهم في الرف الوسطاني على نار متوسطه لحد ما يتحمروا معايا. حطيت بقى الجلاش في الفرن وقلت اوريكم الشربات اهو. انا عايزاه خفيف كده. انا بعد ما تقل وخد القوام اللي انا عايزاه طفيت عليه وسبته يبرد خالص، عشان انا بسيب الجلاش بيبقى الشربات بارد يعني والجلاش سخن. هي عندي يا جماعه بعد ما طلعت من الفرن، شايفين التوريق بان ازاي اهي. هنسقيها بقى بالعسل معاكم. بيبقى بارد والجلاش اول ما بيطلع من الفرن بايه بس ايه خدت اللون اللي انا عايزاه والتوريقه بانت والريحه بجد تحفه، ريحه تحفه يا جماعه. كفايه كده. انا سقيته بالشربات، هسيبه بقى يهدى شويه ويشرب من الشربات كده وهغرفه معاكم اهو. بعد ما غرفته شايفين جميل رهيب جدا والتوريقه باينه من لف الجلاش واحده. بصوا قدرنا نعمل اشكال كتير وحاجه تشرفك في عزومه في حاجه، وفي نفس الوقت مش مكلفه قوي يعني، سهله سهله ومش مكلفه على قد الايد. يلا رمضان كريم.